حلمي قرسيف يعاني تلاميذ إعدادية المتنبي بجماعة المريجة القادمون إليها من قريتي رشيدة وبني خلفلتن من عدم وجود أماكن آمنة تستقبلهم بين الحصص المدرسية عوض البقاء في الشارع، وضعية تعود بالأساس إلى تواجد حافلة واحدة تؤمن النقل المدرسي لهم. المشهد ينقله لنا روبورتاج وفاء اليعقوبي ومحمد حسن مسكور. الساعة تشير إلى 6 صباحا برسلع بقرية رشيدة. تنطلق حافلة النقل المدرسي نحو إعدادية المتنبي بجماعة المريجة التي تبعد عن القرية بحوالي 20 كيلومترا. الواقع الذي يقض مضاجع آباء وأولياء هؤلاء التلاميذ هو ظروف مكوثهم خارج المؤسسة بعد انتهاء الحصص الدراسية. تجدهم يتجولون بين أزقة جماعة المريجة دون حاسب أو رقيب أو على الأرصفة لمراجعة دروسهم تحت وطأة قساوة الظروف المناخية، وضع قد يستمر لساعات طوال. كيشدوا علينا الباب كنبقاو برا، عاود في العشيه كنبقاو نعينوا حتى يطلع نقله يولي لنا حنا النقله الاخرى، كنبقاو كنفصلوا كنطلعوا بعض المرات كنطلعوا حتى المغرب ولا حتى كيفوت بعض المرات حتى كيفوت العشاء. كنبقى الزنقه ما كيخلونا ما كندخلوش للمكتبه، ما عندناش امكانيات باش نطلعوا لدارنا نرجعوا. النقل ما كيطلعش مع 12 الاخر، كيبقى دائما هنا حتى العشيه عاد كنطلعوا. كنبقاو غير جالسين، كاين اللي كيحفظ كاين اللي كيكتب، بحال هكا عندنا مشكل كبير، كيكون البرد ولا كيكون الشتاء. واقع يرخي بظلاله على المجهودات المبذولة لمحاربة الهدر المدرسي في القرى، سيما في صفوف الفتيات. ما عندهمش أماكن عامة ولا أماكن مكتبات أو لا شي أماكن اللي تحميهم من الضياع ومن الشتات في الشارع، مما كيجعل الآباء ديالهم كيمنعوهم من متابعة الدراسة ديالهم. ثمة مشروع بناء قاعة متعددة الاختصاصات داخل إعدادية المتنبي تقدمت به جمعية النهضة الرياضية لاحتواء هؤلاء التلاميذ. قدمنا المشروع، الرؤية ديال الجمعية المشروع قدمنا للسيد رئيس الجماعة واعطانا الموافقة، وكذلك قدمناها في إطار المبادرة الوطنية على صعيد العمالة، وكذلك كانت موافقة مبدئية. في انتظار قدوم الحافلة الوحيدة التي تؤمن النقل المدرسي بالمنطقة، يبقى التلاميذ لساعات طوال تحت رحمة الشارع غير آبهين بالمخاطر المحدقة بهم، إلى غاية عودتهم إلى ديارهم عندما يسدل الليل ستاره.